يا سادة يا مادة، ويدلنا ويدلكم للشهادة. وما يحلى الكلام كان بالصلاة على سيد الأنام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم يا جماعة الخير في حكاية من حكايات الزمان، حكاية تجبد من قاع الخابية وتضحك المهموم. في زمان مش بعيد برشا، في حومة من حوم العاصمة العتيقة، كان فما زوز رجال، سبحان اللي جمعهم في حومة واحدة. الراجل الأول اسمه سي عمارة. عمارة هذا تاجر قماش وزرابي، راجل ربي يعطيه من خيره، حوانته مالية السوق وفلوسه ما تكلهاش النيران، لكن فيه عيب يهد الجبال، مش حاح، بخيل، الدورو كي يخرج من مكتوبه يخرج بالدموع. يا سيدي كشبيته من عهد الباي ما بدلهاش، وشلاكته مقطعة ومخيطة ب10 خيوط، يعيش على الخبز البايت والزيتون، ويمني في روحه باش يزيد يكدس اللويز فوق اللويز. عمره في 60 لا شبع من الدنيا ولا خلى شكون يشبع. أما الراجل الثاني فهو بطلة بلعيط، اسمه الجيلاني. الجيلاني رجل في الخمسينات، بطال ما عندوش خدمة قارة، نهار كامل وهو ممدود في قهوة عم الصادق، يضرب في التاي بالبندق ويصطاد في الضحايا. الجيلاني هذا يبيع لك القرد ويضحك لك على شريانه، لسانه يغزل الحرير ومخه ما يقفش على التكمبين، ديما فالس، لكن ديما يحب يعيش عيشة البيات على ظهر المغفلين. أي مالا في نهار من النهارات الجيلاني قاعد في القهوة، مكتوب وفارغ ينشف الذبان وكرشه تزقزق، ما ياكلش الماكلة من البارح. يغزر من بعيد، شاف سي عمارة متعدي من قدام القهوة، يعس على خطوته لا يحفي شلاكته، ووجهه مكشبر كالعادة. الجيلاني عينيه لمعت، قال في قلبه يا سعدك يا جيلاني، جاك العشاء برجله. عمار المشحاح الطماع اللي يموت على الفرنك، والله لما نخرج له شحم يهود من مكتوبه ونخليه يصرف عليه شهر كامل. هيا ما لقام الجيلاني من كرسي القهوة، جبد سبحة طويلة من جيبه وبدا يتمشى ورا عمارة بخطوات رزينة، ويعيط بصوت مسموع كأنه يكلم في روحه، يا حسرتي، يقول يا حسرتي على كنوز الأرض، ملاين ملوحة تحت التراب والناس راقدة، الذهب يلمع في الظلام، وما يستنى كان في راجل قلبه ميت باش يجبده. يا راسي، السر كبر عليا وما لقيتش شكون يشاركني فيه ويولي مالك لهالذهب واللويز. أعمار المشحاح وذنيه كل دار، كلمة كنز وذهب وملاين دخلت القلب قبل ما تدخل الوذن، وقف بلاصتو، تلفت وراه القى الجيلاني تمتم ويسبح. عمارة اللي عمره ما خلص قهوة على راجل تبسم تبسيمة صفرة وقدم للجيلاني وقال له بصوت حنين، أهلا وسهلا بسي الجيلاني. قال له يا خويا عاش من شافك، ايش بيك تحكي وحدك في هالزنقة؟ اشني حكاية الكنوز والذهب اللي نسمع فيها؟ بالك شي تحلم في القايلة؟ الجيلاني المهف عمل روحه تفجع، خبى السبحة وتلفت يمين ويسار كلي خايف، وقال له اسكت يا سي عمارة يهديك ربي، وطي صوتك لا يسمعونا الحيوط، هذا سر يطيروا بيه طول، قلبي معبي. عمارة الطمع ركبه من ساسه لراسه،
جبد الجيلاني من يده سر، قال له: سر شنية يا جيلاني؟ انت اخوك وصاحبك، وانا راني راجل كبير، وانا نحفظ السر. هيا تفضل معي للقهوة، نخص عليك كويس تاي باللوز ونقعدوا في تركينة بعيدة نحكيو. الجيلاني في قلبه الطريحة بدأت تعطي مفعولها، قال: عمارة باش يخلص تاي باللوز هذه وحدها تتسجل في التاريخ. هيا مالا سيدي، قعدوا الزوز في تركينة مظلمة في قهوة عم الصادق. عمارة طلب التاي ويدو ترعش وهو يخلص في السيرفر. اغزر للجيلاني وقال له: ينطق يا جيلاني، الكلمة بحسابها، اش فما تحت التراب. هاك الجيلاني خذا رشفة طويلة من التاي، غمض عينيه وبدا ينسج في خيوط الحكاية. اسمعني مليح، قال له: انا جد جدي كان يخدم خزناجي، كان يخدم عند الباي، وقبل ما يموت خلى خريطة جلد متوارثة أبا عن جد. الخريطة هذه توري بلاصة خزنة الباي السرية اللي مدفونة في خربة قديمة في جبل الرصاص. خزنة فيها 7 خوابي معبيين باللويز والياقوت والزمرد، يسواو ميزانية الدولة. عمارة ريقته شاحت، عينيه خرجوا من بلاصتهم، وبدا يمسح في شلاغمه وقال له: 7 خوابي لويز، وفاش تستنى يا جيلاني؟ من المفروض راك توا تبني في القصور، اش مقاعدك تشرب في التاي في حومتنا؟ الجيلاني تنهد تنهيدة شقت سقف القهوة وقال بحسرة: يا سي عمارة، مش سهل الحكاية. الكنز هذا عليه حارس ما يسيبوش بالسهل، حارس من العالم السفلي، حنش أعمى طوله 10 متر، راقد فوق الخوابي، عنده 100 سنين. الحنش هذا ما يشوفش، لكن خشمه يشم من على بعد فراسخ. عمارة بلع ريقه مفجوع. حنش قال له: يا لطيف، ومالا كيفاش باش نجبدوها الكنز؟ نجيبوا له مكحلة؟ الجيلاني جاوبوا: مكحلة شنية يا جاهل، هذا عالم آخر، الحنش أعمى هذا، ما ينوموه وما يبعدوه على الخوابي كان زوز حوايج، ما فماش غيرهم: ريحة اللوز الأخضر المحمص على حطب الزيتون، وريحة الزعفران الحر المخلط بالعسل الجبلي الصافي. كي يشمهم يدوخ ويسلم في الكنز. وانا يا سي عمارة راجل زوالي بطال، منين باش نجيب حق قناطر اللوز والزعفران الحر والعسل؟ هذه حوايج تتكلف ملاين. على هذاك قاعد نستنى في راجل قلبه ميت ويده مليانة، مولني في هالمشروع ونقسموا 7 خوابي في الشطر، لكن ما لقيت كان العباد الخوافة واللي يديها ترعش على المصروف. عمار اسكت، مخه بدا يخدم كالماكينة اللي يحسب في حق اللوز والزعفران والعسل، يلقاهم يتكلفوا برشا، لكن كي يحسب اشتر 7 خوابي لويز يلقى روحه باش يولي أغنى رجل في إفريقيا. الطمع عماه وعقله طار. ضرب عمارة يده على الطاولة بقوة وقال له: الراجل اللي تلوج عليه قدامك يا جيلاني، أنا المولك، أنا نجيب لك اللوز والزعفران والعسل اللي تحب عليه، لكن بشرط الخريطة تقعد عندي، وأنا اللي نمشي معاك للجبل ونحفر بيدي هذم باش ما تلعبليش اللعبة. الجيلاني عمل روحه خايف ومتردد وقال: يا سي عمارة، الجبل صعيب والتعب برشا، وزيد المصروف كبير، بالك شي تندم. قال له عمارة وهو يلهث: لا، لا نندم، لا نيلة، غدوة الصباح السلعة الكل تكون عندك، حضر روحك يا جيلاني.
باش نوليو بيات العصر. يا سيدي الطماع طاح في شبكة البلعوط. عمار المشحاح قرر يحل الخزنة متاعه باش يشري أغلى ما فما في السوق، والجيلاني بدا يخطط للضربة الكبيرة اللي باش تفرغ جيوب التاجر. يا سيدي باتت ليلة البارحة على عمارة أطول من ليلة الشتاء، ما جاهش النوم جملة، يتقلب على الجراية وعينيه مبلقين في السقف، يخمم في السبعة خوابي لويز اللي يستناو فيه في جبل الرصاص. يقول في قلبه يا عمارة غدوة تولي سلطان زمانك، الفلوس اللي باش نصرفها على اللوز والزعفران نعتبرها زريعة، والزريعة كي تتسقى تنبت ذهب ومرجان. مع طلوع الفجر قام عمارة يزرب، مشال تركينة مظلمة في بيت الخزين، دز خابية الزيت القديمة وهز بلاطة من القاعة، وجبد سرة كحلة ومغبرة. السرة هذه فيها شقاع عمره، فلوس مخبيها من عهد البايات، حلها ويده ترعش كيف السعفة. جبد منها تفتوفة وحس بقلبه تقبض كأنه يقطع في شقفة من لحمه. اهمس وحده يا رب تعوض لي هالفلوس، خوابي معبية، راني ما نحملش الفراق. خرج عمارة لقى الجيلاني يستنى فيه قدام حانوته. الجيلاني متكي على الحيط ينقش في اسنانه بعود وقيد، وعامل روحه مهتم ويخمم في الخطة. عاد قال له عمارة وهو يلهث يا جيلاني الفلوس حاضرة والقلب دليله الذهب، منين باش نبداو؟ الجيلاني تبسم وغمز وقال له نبداو بسوق العطارين يا سي عمارة، الحنش لعمة ذوق صعيب وما يدوخ كان بالسلعة الحرة. قصدوش يربي لسوق العطارين، ريحة البخور والتوابل تفوح في الزناقي. وقفوا قدام حانوت عم حمادي العطار. الجيلاني قدم ونفخ صدره وقال يا عم حمادي أعطينا أوقية زعفران حر من هاك اللي تجيب فيه من وراء البحار المخصص للبيات. عم حمادي جبد حكة باللار صغيرة فيها شعرات حمر كالدم، وقال له هذا زعفران ملكي، الأوقية منه بشحم يهود. عمارة مد يده باش يساوم كالعادة. يا عم حمادي رانا وخيان، طيح لنا شوية، شبيها الوقية غالية هذه. الجيلاني نغزو بمرفقه في جنبه بقوة وشوشله مكشبر. يا عمارة يهديك قال له تفاصيل صغيرة تفسد الخطة الكبيرة، الحنش لعمة كان يشم ريحة زعفران مغشوش ولا رخيص يفيق من نومه ويبلعنا احنا والسبع خوابي. ادفع وغمض عينيك، الويز يستنى. هاك عمارة كي يتذكر الحنش واللويز بلع عريق ومد الفلوس ويده ترعش، حس بدمعة سخونة هبطت على خده ومسحها بالكشابية باش ما يشوفوش الجيلاني. ومن بعد تعداو لسوق الفاكهة. الجيلاني يتشرط وماخذاه كان اللوز الأخضر المحمص المقطر الكيلو بحسبة زرقاء. ومن بعد مشاو لسوق العسل وشرا وخابية صغيرة متاع عسل صدر جبلي حر. عمارة دفع حقها وهو يحس في روحه باش يتجلط. هيا كملوا القضيات وعمارة هازز القفة، كتافه طاح ومكتوبه فرغ. غزر للجيلاني وقال له وهو ينهج هيا يا سي الجيلاني السلعة وحضرت، دم قلبي حطيته فيها القفة، نمشي توا للجبل. الجيلاني وقف حط يده على لحيته
وعمل روحه يخمم وقال نمشيو على سقينا يا عمارة. يا أخي الجبل بحذانا، طريق الجبل وعر وثنية حجر وشوك، وزيد كي نجبدوا السبع خوابي لويز كيفاش باش نهبطوهم للحومة على ظهورنا؟ احنا زوز رجال كبار، ظهرك يتقسم وما تهزش خابية وحدة. عمارة حط القفة في القاعة. اي وشنو الحل؟ قالوا نكريو كروسة. الجيلاني ضحك. كروسة في الجبل؟ قالوا العجالة تتكسر في أول دورة. لا يا سيدي، لازمنا بغل، لكن مش أي بغل، لازمنا بغل صامت ساكت. عمارة حل فمه. بغل ساكت؟ أما بغل ما ينهقش يا جيلاني. الجيلاني قدم خطوة وشوش له كالعادة، يلعب له على أوتار الخوف والطمع. يا عمارة قال له الحنش لعمة وذنه خفيفة. كان نهزه بغل غادي ويبدأ ينهق في الجبل، الحنش يفيق والكنز يغرق في 7 أرض. فما راجل في سوق الدواب اسمه المكي يبيع في بغال مستانسة بالخزنات والكنوز. بغال تمشي على طرطش حوافرها وما تخرجش يحس، غالية شوية أما للضرورة أحكام. عمارة حط يده على راسه وبدا يندب في حظه، لكن الطمع يا سادة كي يركب الراجل يعميه على الحقيقة ويخليه يصدق اللي البغل يمشي على طراطش صوابعه. هيا سيدي قصدوا ربي لسوق الدواب، الريحة تبدلت وتبن في كل تركينة. الجيلاني مشى نيشان للمكي، غمزله بعينه غرزة خفيفة ما شافهاش عمارة. المكي جاب طزينة متاع بغال واختار منهم بغل حالته حليلة، بغل شارف ضعيف ضلوعه باينة وعينيه دايخة. قال المكي لعمارة هذا هو مبروك، البغل الصامت، هذا البغل اللي تفركس عليه عمره لنهق ويمشي في الظلام كالقطوس، وهو البغل المسكين من كثرة التعب والجوع ما عادش فيه حيل باش حتى يحل فمه جملة. عاد عمارة غزر للبغل، حسوا باش يطيح يموت قدامه. قال له يا جيلاني هذا بغل باش يهز 7 خوابي ذهب؟ يا هذا كان هبط وحده للجبل يتسمى إنجاز. الجيلاني كبس له على يده وقال له المظاهر خداعة يا عمارة، البغال هذه قوتها في عروقها مش في شحمها. اشدي ولا تفلت الفرصة، غدوة الصباح نخرج قبل شقان الفجر. عمارة دفع حق البغل مضاعف. المكي والجيلاني قسموا الفارق بالغمزة. أروح عمارة لدارو، هازز القفة ويجر في مبروك البغل الشارف، وحاسس روحه كأنه كلات ريحة نباش القبور، مكتوب ونضاف، وما قعد له كان حلمة 7 خوابي. في العشية الجيلاني بعث مرسال لعمارة قال له يا عمارة أبعث لي شوية من اللوز الأخضر والعسل، لازمني نخلطهم الليلة ونعزم عليهم بكلمات السر باش مفعولهم يقوى على الحنش. عمارة الدغفة بعث له الشطر متاع السلعة، والجيلاني ركش في قهوة عم الصادق في العشية، طاح ياكل في اللوز الأخضر والعسل الجبلي ويشرب في التاي ويضحك في سره على عمارة المشحاح اللي باش ترسيله ويبحث على حنش أعمى في خربة الجبل. أي يا سيدي شق الفجر يا جماعة الخير، انداس صباح ما زال على الورق والدنيا هادية. عمارة مرقدش، عينيه حمرة كالدم،
يخمم في اللويز اللي باش يولي ملكه. لبس كشابيته القديمة وهز الفاس والبالة وخرج يكركر في البغل. مبروك. هاك البغل يا لطيف يزلق في الثنية المبلولة، راسه طايح للقاعة وذنيه راخية، يتمشى تقول يعاود في خطوات عمره. عمارة يجر فيه من الحبل، امشي يعطيك غمة، قال له دافع فيك دم قلبي باش تمشي خطوة وتوخر 10. هيا خلطت عليهم الجيلاني، جاي يتبختر وجهه منور والدم يجري في خدوده، مفعول العسل الجبلي واللوز اللي كلاه البارح. لابس مليح وهازز في يده شكارة خيشة فيها بقية الزعفران واللوز. قال له الجيلاني بضحكة عريضة: صباح الخير والخمير وصباح اللويز اللي يستنى فينا يا سي عمارة. أيا سامي بسم الله، الخوابي تعيط باسمك. عمارة غزر للجيلاني وقال له هو ينهج من التعب قبل ما يبداو: يا جيلاني البغل هذا ما يوصلناش لراس النهج، خلي باش يطلع بينا لجبل الرصاص. شوفوا كيفاش يرعش، تقول ضربته السخانة. الجيلاني غمز له وقال له بطبلعية العادة: هذاك التمويه يا سي عمارة، البغال متاع الكنوز هكاك صفتهم. الحنش لعمة كي يسمع حوافر قوية يفيق، أما حوافر مبروك حنينة على القاعة تقول يمشي على القطن. اركب انتي خذ راحتك وانا تو نتبعك، نية طويلة. عمارة الطماع ما كذبش خبر، حط الفاس والبالة على ظهر البغل وجابش يركب، حط ساقه في الركاب وتكى بكل ثقله. مبروك البغل الشارف ما تحملش وزن عمارة والفاس، ساقيه القداميين تفشخوا وبرك وما عادش يحب يقوم. عمارة طاح على ظهره، الفاس ضربته في جنبه والبالة جات على راسه. الجيلاني شد كرشه بالضحك لكنه زرب خبى ضحكته ومشى يجري يعمل روحه يفارع في البغل. يا لطيف يا سي عمارة لباس، يظهر لي البغل حس برهبة الكنز من توا. الجبال هذه فيها رواح والبغل هذا حساس برشا، ما يحملش شكون يركب عليه وهو ماشي للخزنة. يا سيدي عمارة قام ينفض في التراب على كشابيته، وجهه الوان الوان من الغش. حساس قال له: حساس شنية يا وجه الهم؟ شاري بغل ب70 دينار باش نسيس له مشاعره، شكون باش يهز الفاس والبالة توا؟ الجيلاني ربت على كتف عمارة وقال له: نهزهم ولا تهزهم انت يا بطل، انت مولا الخوابي وانت مولا التاج. البغل نربطوه هوني في الشجرة وكي نجبدوا الذهب نرجعوا له ونهزوها عليه، وقتها يكون ارتاح. وهكاك يا سادة. عمارة المشحاح الراجل اللي في 60 رصت له هازز الفاس على كتف والبالة على كتف الآخر وطالع في جبل الرصاص، والجيلاني قدامه يمشي خفيف نظيف هازز شكارة صغيرة ويدل فيها على الثنية. الشمس طلعت وبدات تزرق، السخانة كلات عمارة، العرق يصب منه كالعين، كشابيته ولات تقطر بالماء، صباته تقطع من الحجر وشلاغ متعبات بالغبرة. كل متر يقف ينهج يا جيلاني، مازالش برشا، ظهري تقسم. الجيلاني جاوبه من فوق قاعد على حجرة يتبرد بالنسمة: زيد شوية يا سي عمارة، الخوابي ما تجيش بالساهل، هاو بان الكدية الكحلة، الخربة وراها طول. هيا وصلوا الخربة قديمة، حيوتها راشية وشوك الصدر نابت فيها من كل شيرة، بلاصة موحشة ما يسمع فيها كان تصوير الريح وضربات العقارب تحت الحجر. عمارة طاح على ركابيه، طيش الفاس وقعد يلهث كي الكلب العطشان.
الجيلاني قدم الوسط الخربة ووقف قدام حجرة كبيرة مغطية بالتراب وقال بصوت فيه تمثيل: وهوني قال له، وهوني رقد الباي وخبى خزنته، وهوني راقد لحنش لعمة اللي يحرس السبعة خوابي. عمارة يسمع كلمة لحنش لعمة الخوف رجع له، نسى تعب وقام يرعش. باهي قال له باهي، ايش باش نعملوا توا يا جيلاني؟ وينو الزعفران واللوز؟ دو خوه يرحم بوك، خلينا نحفروا ونقصدوا ربي. الجيلاني المهف جبد كانون صغير من نحاس كان مخبيه في الشكارة، لم شوية حطب شايح وشعل النار، والنار بدات تبقبق. الجيلاني مد يده لشكارة الزعفران، هز قرصة متاع زعفران حر ورماها في النار، والباقي اللي يسوى الملاين خباها في مكتوبه، وزاد رماه زوز كعبات لوز والباقي خباها مزادة. والدخان بدا يطلع، ريحة الزعفران فاحت شوية في الخربة. الجيلاني سكر عينيه وبدا يرفع في يديه للسماء ويتمتم بكلام لا ساس لا راس، كلام متاع شعوذة وتبلعيد باش يدخل الرعب في قلب عمارة. كان يقول: يا حارس الخوابي، يا ساكن الروابي، نام وارتاح، اللويز العمارة والصياح للرياح، شمينا الزعفران وذقنا العسل رمان، ارقد يا حنش ولدبان. عمارة واقف وراه حاطط يده على قلبه يقرأ في آية الكرسي والمعوذتين ومصدق الخرافة الكل. الجيلاني تلفت لعمارة وجهه يقطر بالعرق وقال له بصوت خافت يرعش: سي عمارة، التعويذة نجحت، الحنش داخ، لكن المفعول ما يدومش برشا، ساعة من الزمان ويفيق، اهبط بالفاس تحت الصخرة، احفر قد ما تنجم، انا لازمني نقعد هوني نردد في الكلمات باش ما يفيقش، ازرب يا راجل اللويز تحت سقيك. عمارة الطمع عطاه قوة متاع 10 رجال، هز الفاس ونزل على القاعة، يضرب ويحفر، يكسر في الحجر ويهز في التراب بالبالة، غار متر ونص الحفرة، أعماقت، أظفاره تكسرت ويديه تجرحت وهو يضرب ويقول: يا خوابي يا لويز، يا عمارة سلطان زمانك. والجيلاني الفوق، الجيلاني متكي على الحيط الخربة، ياكل في كعبات اللوز اللي خباهم، يتفرج في عمارة يخدم في خدمة المرمى بلاش، ويضحك في قلبه ضحكة الشماتة. وفجأة هاك الفاس متاع عمارة ضربت في حاجة مش تراب ومش حجر، حاجة تجاوب بالصوت. عمارة جمد في وسط الحفرة، هز راسه الفوق، وجهه مغبر، عينيه تبرق، وقال للجيلاني بصوت يرعش: يا جيلاني، يا جيلاني، لقيتها، الفاس ضربت في الخابية، الكنز هوني. الجيلاني باهت، هو بيدو تفجع، يخمم في مخه: خابية شنية يا هم، ديانا نكذب عليه وما فما لا كنز لا والو، الخربة هذه خالية، شنو اللي ضرب فيه الفاس؟ انزل الجيلاني لشفت الحفرة يطل، لكن قبل ما عمارة يجبد الفاس باش يشوف الخابية، سمعوا صوت طالع من تحت التراب من البلاصة اللي ضربت فيها الفاس، صوت يخلي الدم يجبد في العروق، صوت فحيح قوي يصفر تصفير. هاك عمارة تيبس كالعود، اغزر للجيلاني الفوق وقال يوشوش والريح شايح: يا جيلاني، لحنش لعمة فاق. هاك البلعوط حصل في كذبته، والطماع لقى روحه وجه الوجه مع المصيبة. عمارة الراجل اللي عمره 60 سنة تيبس في بلاصته كالعود الشايح، الفاس طاحت من يده،
غزر الفوق للجيلاني وجهه أصفر كيف الليمونة، وقال له يوشوش وريقته شايحة: يا جيلاني يا وخي لحنش لعمة فاق، ريحة الزعفران ما قضتش فيه. الجيلاني الفوق واقف على شفة الحفرة، هو بيده مفجوع، يخمم في مخه: يا ولدي يا حنش شنية، يا أنا نكذب عليه؟ الخربة هذه خالية، لا فيها لا كنز ولا والو. شنية هالصوت اللي خارج من القاعة؟ زعما سيدي فلان مول الجبل تغشش علينا، وإلا عمارة طاح بكنز بالرسمي ومحروس بالجنون. الجيلاني المهف اللي لسانه ديما يغزل الحرير القاه روحه يبلع في ريقه، لكنه حب يحافظ على هيبته قدام عمارة باش ما يتفضحش. وخر زوز خطوات التالي وقال له بصوت يرعش: أقرأ سورة ياسين يا عمارة، ارميله العسل، ريحة العسل تدوخه، ازرب يا راجل قبل ما يطلع لك براسه. عمارة مد يده ترعش للخابية الصغيرة متاع العسل اللي الجيلاني إكلاش طرها في القهوة، جبد منها كبشة بصوابعه وطيشها على البلاصة اللي خارج منها الصوت، لكن يا سادة يا مادة الصوت ما سكتش، بالعكس الصوت زاد قوى، ولا كأنه طنجرة ماء تغلي وتفور. فجأة البلاصة اللي ضرب فيها عمارة بالفاس تفرقعت، وما خرج منها حنش أعمى، وما خرج منها لويز، خرجت منها سحابة كحلة وصفرة، كحلة تعمل عينين، عش كامل معبي بالبوفرفزو. اي نعم يا سادة، عمارة المشحاح طاح يحفر في قلب عش بوفرفزو، راقد تحت القاعة عنده سنين. دبابير كبر الصبع برتهم تشوي شويان، كي شافوا الفاس هدت عليهم دارهم، خرجوا كي الجيش الغضبان، وما لقاو قدامهم كان سي عمارة ممدود في الحفرة والعرق يصب منه. والبوفرفزو كما تعرفوا يموت على ريحة العرق. هاك السحابة الكحلة هبطت طول على عمارة. عمارة حل عينيه شاف الطامة الكبرى، الدبابير دخلت له من تحت الكشابية ودخلت في شلاغمه ودارت براسه. الضربة الأولى اللي جاته في خشمه، عمارة ترشق بعيطة شقت جبل الرصاص، انساه الكنز وانساه الفلوس وانساه كبر سنه. ابدا يقفز في وسط الحفرة كيف القرد الملسوع، يخبط بيديه الزوز على وجهه وعلى صدره: يا ناري لحنش طار، لحنش ولا ذبان يا جيلاني، اعتقني يا جيلاني نجيني. والجيلاني الفوق، الجيلاني كي شاف السحابة الكحلة خارجة من الحفرة وعمارة ياكل في الكبابيط من عند الدبابير، ما استناش حتى ثانية. الراجل اللي كان يقول له أنا أخوك وصاحبك ومولاك دار على عقابه وطيش شكارة اللوز والزعفران في القاعة وعطاه ساقيه للريح. الجيلاني ولا يجري يسرع من غزال شارد، يقفز فوق الحجر والشوك يقطع له في سرواله وهو ما على بالوش، يعيط وهو يجري: يا روحي يا روحي، الكنز ليك يا عمارة، صحة وبالشفاء. هاك عمارة في الحفرة لقى روحه وحده تحت رحمة البوفرفزو، بصعوبة كبيرة وكشابيته معبية بالدبابير، تكربش على تراب الحفرة وخرج يتمرمد على كرشه. قام يجري ما عادش يرى قدامه، عينه اليمين تنفخت وتسكرت من ضرب الدبور، وخشمه ولا كبر الباذنجانة، يجري ويعيط: يا جيلاني يا غدار يا بياع الريح، رصيت لي في حنش أعمى طلع لي بوفرززو يشوي. الدبابير ما سيبتوش، سرب كامل تبعه وراه كي الظل الكحلوش.
عمارة يتكركب هابط في هبطة الجبل، يطيح ويقوم، وشلاكته طارت، واحدة في الشرق وواحدة في الغرب. من بعيد شاف الجيلاني مقطع يلهث، وخلط الشجرة وين ربطوا البغل الشارف مبروك. الجيلاني وصل للبغل يحب يركب ويهرب، عمارة خلط عليه ينهج، ووجهه ما عادش يتعرف من فاخ. يعيط له استناني يا سارق، استناني نركبوا الزوز، لكن السرب متاع الدبابير خلط عليهم. البغل المبروك اللي شراها عمارة ب70 دينار على أساس بغل صامت وحساس وما يتحرك كان بالسيف، شاف سحابة الدبابير جاية، وقبل ما يركب الجيلاني ولا عمارة فما دبور كبير أهبط نيشان وعطاه غرزة لا تقرأ لا تكتب المبروك في فخذ اللوراني. البغل الصامت اللي ما ينطقش الترشق بنهيقة جابت الجبل من ساسه لراسه. ساقيه اللي كانت تفشل ولاو ساقين عود عربي أصيل. انطر النطرة الأولى قطع الحبل الغليظ اللي مربوط في الشجرة، والنطرة الثانية ضرب الجيلاني بسكة طيرته متر التالي، وانطلق البغل يجري في الهبطة متاع الجبل، يطير طيران، الغبرة وراه تعمل عينين، أسرع من كرهبة في الأطرود. عمارة والجيلاني بقاو متمسمرين في بلايصهم، يتفرجوا في هاك البغل الميت كيفاش ولا بطل سباقات، وهرب وخلاهم تحت رحمة البوفرززو. عمارة غزر للجيلاني بعين واحدة محلولة، وقال له هو ينهج ويبكي من الوجيعة: هذا البغل الصامت يا جيلاني، هذا اللي يمشي على طرطش صوابعه، خذاس 70 دينار وطار بيهم، وانا خذيت اللسعات في وجهي وانت خذيت الفلوس. الجيلاني ملقاش وقت باش يجاوب، الدبابير هدت عليهم الزوز المرة هذه، ورصت لهم يا سادة يا مادة زوز رجال كبار شوابين الحومة هابطين من جبل الرصاص يجريوا على ساقيهم حفيانين، يضربوا في وجوههم بالكبابيط، والبوفر ززوا وراهم سحابة كحلة ما ترحمش. رحلة الكنز وفات يا جماعة، والمشحاحة تريش ووجهه تنفخ، والبلعوط كلاتو الدبابير ما بقى من هيبته. عمارة يهبط في الهبطة، يزلق على كرشه مترو ويقوم يكمل يجري، عينه اليمين تسكرت جملة ولات كبر كعبة الطماطم، وخشمه تنفخ ولا يشبه للباذنجانة. يضرب بيديه الزوز على وجهه ويعيط: يا ناري على فلوسي، شاري زعفران حر وعسل ولوز باش نعشي بالبوفرززو في الجبل. وينو لحنش لعمة يا بياع الريح، وينو الكنز؟ هاك الجيلاني يجري قدامه كشابيته تقطعت في الشوك، وشفايفه البوفرززو ركز له على فمه اللي يكذب بيه، شفايفه اتنفخت ولات كبر المخدة، ما عادش ينجم ينطق حرف صحيح. يجاوب في عمارة وهو يلهث والكلام يخرج مخنوق: يا عماوة، يعوض عمارة، المشكلة في العسل، العسل المغشوش. البوفة وززو شم العسل المغشوش فاق، لو كان شينا عسل حو واهو توا نجبدو في اللويز. عمارة من كثرة الغش والوجيعة خلط على الجيلاني في هبطة الجبل، واعطاه ضربة بكتفه طيح ويتكربع في التراب. عسل المغشوش قال له: يا غدار، مصاص دمي، مفرغ مكتوبي، والله لما نردك انت كنز وندفنك هوني. لكن الدبابير ما عطتهمش وقت للعراك، وزادت خلطت عليهم، فكملوا هربتهم لين وصلوا لأسفل الجبل. غادي
البوفر ززو ورجع العشو وخلاهم ملوحين في القاعة ينهجوا كالكلاب العطشانة. العشية طاحت وقهوة عم الصادق في الحومة معبية بالرجال كالعادة. الناس ملمومة تضرب في التاي وتلعب بالكارطة، وفجأة دخلوا زوز مخلوقات فضائية لرأس النهج. زوز رجال حوايجهم مقطعة ومغبرة بالطين، واحد وجهه كله كعابر، عينه مسكرة ويمشي يكركر في صقيح حفيان، والثاني شفايفه دازة لقدام مترو ووجهه منقط بالأحمر وشادد ظهره بيديه الزوز. عم الصادق القهواجي حب الصبان التاي، والبراد قعد معلق في يده غزر ومسح عينيه وقال بصوت عالي: يا لطيف الطف بينا، شكون هذا؟ يا جماعة فما وحوش هبطت علينا مريشة. آكل الرجال وقفت مبهوتة. عمارة قدم خطوة للقهوة وهبط راسه وبدا يبكي بالشهقة، دموعه تحرق في خده المنفوخ. قال بصوت مكسور: يا ناس أنا عمارة جاركم كليت كبوت عمري، ضحك علي بياع الريح عومني في الشايح وقال لي حنش أعمى وعسل وزعفران. الناس بهتت: عمارة المشحاح التاجر الكبير، شكون عمل فيك هكا؟ تلفت عمارة وأشار بصبعه اللي يرعش للجيلاني اللي وقف وراه يحاول يغطي وجهه طربوشه المقطع. هذا الجيلاني البلعوط، هزني لجبل الرصاص نلوج على 7 خوابي لويز. يا أخي طلع لي عش بوفرززو سلخني حي، شريت له اللوز والعسل والزعفران بدم قلبي، وشريت بغل ب70 دينار، البغل هرب واللوز كلاه هو والبوفرززو كلاني أنا. الجيلاني المهف اللي لسانه يغزل الحرير حب يدافع على روحه ويتبلعط قدام الحومة، لكن شفايفه المنفوخة خانته. قدم خطوة وبدا يتكلم: يا والله لا، ما تصدقوش، هو طماع. كيفاش عاقبه؟ أنا قلت له رد بالك، الخوابي سخونة. القهوة ترتشقت بالضحك، الرجال طاحوا على ركايبهم. منظر الجيلاني وهو يحاول يكذب بشفايف كبر المخدة، ومنظر عمارة المشحاح اللي يبكي على الفلوس ووجهه منفوخ كالقرعة، كان مشهد ما يتنساش في تاريخ الحومة. وفي عز هالضحك والفضايح سمعوا صوت خطوات رزينة، تلفتوا لراس الزنقة. شكون جاي؟ جاي المكي بياع الدواب يكركر في البغل الشارف مبروك. المكي تبسم وقال لعمارة: يا سي عمارة شبيك سيب تمانتك؟ البغل هذا راهو كي القطوس مستانس بيا، غير هرب منكم في الجبل رجع يجري وحده لداري. يا سيدي مادامك ما استعملتوش برشا، هاني باش نرجع لك شطر الفلوس ونعملوا فيها ربي نوب. عمارة كي شاف البغل الصامت اللي فضحوا في الجبل بتنهيقة جابت واد الرصاص، زادت ترشق بالبكاء وطاح على كرسي القهوة يندب في حظه. ومن هاك النهار يا سادة يا مادة، عمارة المشحاح طاح مريض جمعة كاملة. الفلوس اللي صرفها على الزعفران واللوز والبغل قاعدة تغصة في قلبه عمره كامل، ولا كل ما يسمع كلمة لويز ولا كنز يشد راسه ويستعوذ من الشيطان. وعرف اللي اللقمة الباردة ما تجيب كان كسران الرقبة. أما الجيلاني بياع الريح فالفضيحة كبرت عليه، شفايفه قعدت منفوخة شهر كامل، وما عاد حد يصدق تبلعيته في القهوة. الناس ولات كي تشوفه متعدي يضحكوا ويقولوا:
اش عامل لحنش لعمة يا جيلاني، كلاش شوية لوز أخضر. وهذه يا جماعة الخير حكاية الجيلاني بياع الريح وعمار المشحاح. يقولوا ناس بكري يطمع طاعون، والطماع يبات جيعان، واللي تبع خطوة السارق يلقى روحه في الحبس ولا في عش البوفرززو. الرزق الحلال ولو كان قطرة خير من بحر متاع وهام وكذب، والتكنبين ما يطولش، حباله قصيرة وما قالوا الفضيحة. إن شاء الله تكون هالحكاية عجبتكم ونحات الغم على قلوبكم وزهات خاطركم، وإن شاء الله عيدكم مبروك، وكل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله نعيشوا ونحضروا على رمضان الجاي بخير وعلى خير، ويجعل أيامكم ديما فرحة وسرور وسعادة.